ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ قصة النهارده تعالوا نكسب حسنات كتير ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصتنا النهارده قصة لوكا وفصل الشتاء. كان يا مكان كان في أسرة صغيرة مكونة من الأم والأب وطفلة صغيرة اسمها لوكا، وأخوها كان اسمه عمر. وكانت لوكا بتحب تعرف كل حاجة في الدنيا وتسأل ماما وبابا عن كل حاجة تقابلها. لوكا كانت بتحب تسأل عن كل شيء، وكانت بتسأل كل شوية مامتها وباباها هو ايه ده؟ ما كانتش بتزهق من السؤال أبدا، وكانت الأم بترد عليها وهي بتبتسم وبتضحك. وفي يوم من الأيام خلص فصل الصيف وبعده الخريف ودخل فصل الشتاء. الدنيا كانت ساقعة والجو بيمطر كتير، وفي اليوم ده لبست ماما لوكا واخوها عمر هدوم كتير جدا لأن الجو كان برد وساقع، فلبست لوكا وعمر جاكيت وطاقية وكوفية وشراب وهدوم تقيلة علشان تحميهم من البرد الشديد. لوكا اعترضت على مامتها وفضلت تقول لها ليه يا ماما كل الهدوم دي نلبسها؟ ردت الأم علشان الدنيا برد يا لوكا وبتمطر، ولو خففنا هدومنا هنبرد ويجيلنا انفلونزا وبرد ونتعب. وهنا لوكا قالت بتعجب يعني ايه يا ماما انفلونزا؟ مش عارفة دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة. ماما ردت على لوكا الصغيرة وقالت لها لا يا لوكا، الانفلونزا دي مرض اسمه كده، وده مرض وحش جدا، وبرد بيجيلنا لما نتعرض لتيار هوا جامد او برد شديد ونكون مخففين هدومنا. بنتعب ونمرض، بنكح ويجيلنا سخونية ورشح زي عمر اخوكي لما كان تعبان وعنده برد وانفلونزا من شهر يا لوكا، فاكرة؟ لوكا بصت لماما كتير وفضلت تفكر تاني، وقالت بصوتها الصغير وسألت وليه يا ماما جسمنا بيسخن وبنتعب؟ ليه ما نتعبش ونكون كويسين؟ ماما ضحكت قوي وقالت لبنتها الصغيرة علشان يا لوكا في حاجات صغيرة موجودة في جسمنا بتدافع عنا ضد الأمراض. الحاجات دي زي العساكر، بس عساكر صغيرة يا لوكا. أول المرض ما يدخل الجسم الحاجات الصغيرة دي بسرعة تطلع وبتقعد تضرب المرض وتحاربه علشان تحمينا وتحمي أجسامنا. علشان كده احنا بنسخن وبنتعب، ولو الحاجات الصغيرة اللي ربنا خلقها في أجسامنا دي ما قدرتش تقضي على المرض يبقى لازم ناخد الأدوية المناسبة علشان نقضي على المرض ونتخلص منه. لوكا الصغيرة ضحكت قوي وعجبتها الحاجات الصغيرة اللي جوه جسمنا وبتدافع عنا من الأمراض، وسألت ماما هي الحاجات دي اسمها ايه؟ ماما ردت على بنتها الصغيرة وقالت اسمها المناعة، وفي حاجة جواها صغيرة اسمها انتي بادي. فتحت ماما الكمبيوتر وورت الصور للوكا، وكانت الطفلة فرحانة جدا وسعيدة وهي بتتفرج. لوكا كانت فرحانة جدا وحبت تشوف مناعتها والعساكر الصغيرة. فكرت الطفلة الصغيرة ازاي تقدر تشوف مناعتها، ففكرت لو خففت هدومها في الشتاء والبرد هتتعب وهتشوف المناعة والعساكر الصغيرة. وراحت خففت هدومها وراحت تلعب والدنيا بتمطر في الجنينة تحت المطر وهي بتضحك كتير وفرحانة. لوكا الصغننة تعبت جدا لما خففت هدومها، وماما وبابا زعلوا منها جدا انها خففت هدومها ووقفت تحت المطر وعرضت نفسها للمرض. وراحت للدكتور والدكتور كتب لها حقن كتير مضاد حيوي علشان تخف بسرعة. ومن يومها عرفت لوكا ان الواحد المفروض يبعد عن تيارات الهواء والامطار في الشتاء وما يعرضش نفسه للمرض ويلبس لبس تقيل يحمي نفسه من البرد والمرض. وعرفت ان الواحد ممكن يزود مناعته لما ياخد معلقة عسل نحل كل يوم ويدفي نفسه في البرد وما يتعرضش لتيارات الهواء لانها خطر عليه وكتر البرد بيضعف مناعته. يا رب قصة النهارده تكون عجبتكم. باي باي يا اصحابي.